أي حاجة غلط في الحياة إلا حاجة وحدة، عمرني ما خنت شي واحد صاحبي. لقيت ساك واحد من دوك السكان ديال الفلوس وعيطت لصحابي كاملين. كنت غادي كنشري وما كنشوفش ورايا، ولكن أنا عارف بلي البوليس تابعيني. أنا سعد تولت في حومة شعبية وسط الزناقي والدراري اللي كيبداو نهارهم بكرة وجري وكيساليو بالغوات وبالمضاربات، ولكن أنا ما كنتش بحالهم. من صغري وأنا ساكت وكنقلب غير على الحاجة السهلة والزوينة ومكمش غير بوحدي، والصداع كنهرب منه. عرفتو علاش؟ حيت الأب ديالي خلى فيا هاد النغزة هادي، ما نتحملش الصداع. با كان سكيري والوالدة جالسة في الدار ما خدامة ما والو، ولكن كتقشقش باش تجيب لينا ما ناكلو. الوالد ديما القرعة والكاس في الدار والحيحة وريحة الشراب في كل قنت. كيف تدخل مع الباب كتشم ريحة الشراب، كتصحابها ريحة زوينة. ريحة الشراب واش من شراب؟ الماحية والروج. نهار كامل وانا كنسمع غير السبان ديال الوالد والغوات داير في كل جهة وعاقل عليه مزيان. وفي واحد النهار كان الجو بارد وكنا مجموعين فوق واحد الطبسيل ديال العدس، انا والوالده واختي كناكلو. واحد شويه ويدخل الوالد داخل وكيف عادته كيتلاوح سكران ما عاقل على والو. ضرب ديك الطابله حتى تهزات من بلاصتها وقلبها وبدا كيسب في الوالده، والوالده هي بدات كتجاوب معاه. هو ينوض وبدا كيضرب فيها. خودريه الصغيره بدات كتغوت حماتها الغوات، والجيران جاو من كل بلاصه وكيقولوا ليه سي عمر نهاك الله. كيقول لهم راه عيراتني وقالت لي الحمار. حمار هو ابوها وقاعد كيضرب في الوالده، وانا كنشوف فيه وخايف وكنترعد. واختي دموها على خدها وكتغوت غواتها صمك لي ودني. ومن داك النهار قررت حاجه وحده، نخرج من هاد الجحيم. وخرجت من الدار وانا كنجري وما عارفش فين غادي، غير كنجري وصافي هربان. ومشيت للمحطه ديال الكيران وبديت كنبكي على الناس تما وكنقول لهم انا راني من الدار البيضاء وجيت غير موضر، وكل واحد كيعطيني شويه حتى جمعوا لي باش خلص الكار وجيت. ما عندي هنا لا دار لا عائله وما كنعرف حتى شي واحد وما لقيت فين نمشي. قلت غنبات هنا وبت في محطه ديال ولاد زيان. هنا الناس بحال الوحوش، كتشوف في عينيهم شي باغي ياكل شي وشي باغي يمص دم شي. هادو هنا ماشي ناس عاديين، هادو السكان ديال هاد المحطه بحالي، كل واحد جاي من قنت. هاد زيد الافارقه حتى هما كله جاي من بلاد وكل شي مجموع هنا، وهاد المحطه قابله عليهم كاملين. شديت ميكسي درتها تحت راسي وغمضت. اول ليله ليا هنا في المحطه غمضت ما حسيت بوالو حتى الصباح حتى فقت. كنحرك في عيني يمين وشمال وكنشوف وجوه كثيره، شي غادي شي جاي، ناس هازه سيكان وناس هازه شكير، وكل واحد شاد طريق وكل وغرضو غادي يقضيه. وكنشوف في راسي انا وسط منهم كاملين. شنو كندير هنا الله اعلم، وشنو غندير من بعد الله اعلم. بالي واحد الدري في التقاده ديالي ومشيت عنده سولته، باين غير من حالته حتى هو من سكان المحطه. سولته قلت السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام، اش بغيتي عشيري؟ قلت له. قال لي شنو بغيتي عشيري؟ انا كنشوف فيه بان لي ماشي هو هذاك، كيشبه الوالد ملي كيكون سكران، ولكن هذا باقي صغير محالش يشرب الشراب. قلت لي بغيت نسولك. قال لي قول لي يا عشيري شنو واش خاصك؟ باغي تيبا ولا باغي كولا؟ كيما باغي الدولو نعطيك سقيوه. قلت له انا ما فاهموش شنو كيقول ولا علاش كيدوي، ولكن قلت لي لا ما باغي والو،
باغي غير نسولك. قال لي قول صاحبي انا كنتسناك، قول شنو عندك. قلت ليه باغي غير شي حاجه ناكلها وشي قرعه ديال الماء نشرب منها. قال لي انت باغي تاكل وباغي تشرب، ما كتصحابني خيريه؟ قلت لي لا كنسول فيك والله ما عندي حتى ريال والو، خوك ما عندوش. قال لي انت محفحف ما عندك حتى ريال، واش بنت لك انا وزير الخارجيه؟ انا في حالك مكمل، ولكن لو بغيتي تدبر على راسك انت اشكر عباد الله كيف ما كندير انا وكيدير شحال من واحد. قلت لي شنو يا شقير؟ قال لي انت مالك صاحبي باقي خضر، طلب عباد الله، طلب قول لهم باغي ناكل، واي واحد قلتي لي باغي ناكل راه ما غاديش يردك، غير قصد انت شوفني كي غندير. ناض من بلاصتو حط داكشي اللي في يديه وتما غادي، هو قصد واحد السيده قال لها لا باغي ناكل فيا الجوع. قالت لي واش باغي تاكل ولا باغي حاجه اخرى؟ قال لها لا والله حتى باغي ناكل. قالت لي لا باغي تاكل نشري لك، بغيتي شي حاجه اخرى؟ لا والله حتى باغي ناكل، راه ما واكلش انا ورا صاحبي حتى هو ما واكلش. دارت شافت جيتي وبنت ليها ماشي في حاله. قالت لي على هذاك صاحبك؟ قال لها صاحبي. قلت لي ما كيشبهش لك، كيبان باقي دري نقي. قال لها راه يلاه جاي هو جديد مسكين ما عندوش وطلبني باغي ياكل وحتى انا باغي ناكل. قالت لي واخا. شيرات لي ديك السيده بيدها وقالت لي اجي. انا بقيت مصدوم وكنشوف فيها وتقول لي اجي يا ولدي اجي. تميت غادي عندها بخطوات تقال وكنشوف فيها مركز مزيان، ولكن ما عارفش رد ديال الفعل ديالها ولا شنو غتقول لي. كوقفت حداها قالت لي ولدي فيك الجوع؟ قلت لها باغي غير ما ناكل. قالت لي مرحبا يلا زيدوا تبعوني. هبطت للمحطه لتحت فين كاينين الباتيسريات وفين كاينين المحلات ديال الماكله. جرات واحد الطابله وقالت لي جلس، وقالت لصاحبي جلس. مشات عند مول المحل جبدت الفلوس وخلصاتو وقالت لي عطي الدراري ما ياكلوا واللي شاط عطيه ليهم. وجات عندنا قالت لينا غادي تاكلوا داك الصرف اللي بقى خذوه قسموه. انا ديك الساعه فرحت وطرت من الفرحه وقلت باقي ولاد الناس باقي الخير. واحد شويه جابنا داك السيد الماكله وحط لنا داك الصرف فوق الطابله. داك الدري خدا النص وعطاني النص الاخر، كلينا قسينا ويقول لي يلاه معايا. تبعتو ما عرفت حتى فين غادي، ولكن حسيت بالفرحه لداخل مني، حسيت بلي شي باب غادي يتفتح ليا. غادي من وراه ومسلمها لله، غير غادي تابعو فيما مشى انا غادي. مشينا ضربنا واحد الطواله كبيره وملي دخلنا مع واحد الزناقي سولتو فين حنا. قال لي حنا دابا في درب كبير ديال المشاهير. قلت لي كيفاش؟ قال لي درب كبير في اي حاجه بغيتي الحشيش كاين، بغيتي القرقوبي كاين، الشراب كاين، الفنيد كاين، وحتى البيضه، الكوكايين كاين، وحتى البوفا. كتعرف البوفا؟ قلت لي انا ما كنعرف حتى شي حاجه من هادشي اللي قلتي ليا سيوا جوج حوايج، الشراب حيت الوالد كيشربو والحشيش حيت كنسمع به، اما شي حاجه اخرى من هادشي اللي قلتي راه ما فاهم فيها والو. كان عاطيني بالظهر ودار جيتي وبقى كيشوف فيا وقال لي نسولك بعدا منين جاي انت؟ قلت لي جاي من نواحي ديال تادله من تما. قال لي شنو جاي دير هنا؟ قلت لي راه غير الوقت اللي جابتني، اما انا ما كنت لا حاصله ضان حتى لقيت راسي هنا. القدر والظروف هي اللي ساقتني لهاد الطريق، ولكن الاخر ديالها كيعلم به غير ربي. لا انا لا انت غادي نعرف لا جيت انا هنايا. الحياه غادا بيا شي حوايج انا ما عارفهمش، ولكن الاحساس ديالي كيقول لي غير سير. وانا غادي شاف فيا وابتسم وقال لي زيد. ابقى غادي كيخطو وانا من وراه حتى وصلنا عند واحد السيد تمايا. جبد هو شي صرف من جيبو ومدو ليه، والاخر مد ليه شي حاجه. شنو هي ديك الحاجه مازال ما عرفتش. تمينا خارجين من ديك الدروبه والدراري كيعيطوا ليه الموتشو كلشي كيعرفو هنايا.
واللقب ديالو هو الموتشو. خرجنا من داك درب كبير ورجعنا عاوتاني جيت المحطة. سولتو قلت ليه حنا فين غاديين؟ قال لي غادي نمشي للكوان ديالي، غادي نريحو تما وغادي نقاد دماغي. متى انت غادي تقاد دماغك؟ وديك الساعة غندبرو على راسنا من المزيان، حيت غادي نكونو دايرين البلاكا والماسك، ما غاديش نحسو بشي بنادم، ما غادي نحسو بتا شي حاجة، ودوك المراقات اللي عندك ما غاديش يبقاو، غتولي في حالي مصندل. انا ما فاهموش شنو هادشي اللي كيقول ليا، ولكن غادي في طريقه وما على باليش وما عنديش تا غرام ديال المشكل. مشينا للكوان ديالو. هاد الكوان هو اللي لقيتو فيه المره الاولى. ريح تما وربع رجليه وقال لي جلس، جبت قرعه ديال الماء وقال لي اشرب. شربت. جبت واحد الشيفونه ودار لي فيها شي حاجه تم وقال لي هاك شم. قلت لي ديالاش هادي؟ قال لي شم وغادي تعرف. شديتها في يدي وشميتها لأول مرة، كانت ريحتها زوينة وأثيرتني. وعاود شميت المرة الثانية والمرة الثالثة، بقيت كنشم، ما بقيت عاقل لا والو وما بقيتش فاهم والو، وليت مبنقل وريوقي زين، ولكن السنطيحة ولات عندي وما بقيتش كنحشم وما بقيتش كنخاف. قال لي نوض سير عند داك الراجل قول ليه دبر عليك. ما فكرتش بزاف ونط من بلاصتي ومشيت قاصد داك السيد وقلت ليه الوالد دبر عليا باغي ناكل. داك السيد حتى هو ماشي من العاكزين، خصو يدو في جيبو وجبد لي 2 دراهم. قال لي هاك ولكن شري بها ما تاكل. شديتها وانا ما متيقش وكنشوف فيها، شيتها في جيبي ومشيت قصدت الاخر والاخر والاخر والاخر. انا ما عارفش شحال عندي ولا شحال جمعت، المهم اللي شديتها كنخشيها في جيبي. تدرت على ديك المحطة كاملة وحسيت براسي بديت كنصحى. عرفت بلي خاصني نزيد. وصلت حدا الموتشو وقلت ليه زيدني شوية. حل ديك التيبو عطاني، رديتها لنيفي وفمي وبقيت كنشم، وطلعت الرومبو عاوتاني وكملت في المسيرة ديالي ديال الشقير. هكا كيقولوا ليها هنا. بديت نتقر واحد من ورا الاخر، وفي العشيه بديت كطيح الظلمه. مشيت رجعت عند الموتشو وريحت انا وياه. قال لي شحال جمعتي؟ قلت لي ما حاسبش. قال لي راه نشوف. جبت جيبي وحطيته ليه. قال لي مريقله جمعتي بزاف. انا عمرني جمعت هذا الشيء. قلت لي واش عرفتي علاش جمعت انا اكثر منك؟ قال لي علاش؟ قلت لي حيت انا لابس نقي. انت لا، انت حوايجك مسخين، اللي كيشوفك اما كيشمئز منك ولا كيقول هذا بغيت تمكر بهم، اما انا كنبقى في بنادم وكيقولوا هذا جاي جديد ومسكين عالم به غير الله وكيدوروا معايا. بقى كيشوف فيه وقال لي انت كاين ومريقل. هذه هي الخطه اللي غادي نمشيو بها. جمع داك الصرف ديالو زائد داك الصرف ديالي ومشينا هبطنا المحطه لتحت وتعشينا. وقال لي غدا في الصباح غنديك القريعه وغادي نشريو شي حوايج تما من البال، هما غير هما غادي يكونوا قدنا ونقيين. غد لي في الصباح ملي فقنا قصدنا ديريكت القريعه ومشينا لبلاصه البال. بدينا كنشريو في الحوايج ومن تما لدرب ميله واحد الجرده تم كاينه فيها واحد النافوره. دوشنا ولبسنا دوك الحوايج وطلعنا عاوتاني للمحطه على رجلينا وبقينا كنجقرو والشيفونه في نيفنا طبعا والتبويقه طالعه. ما بقيتش كنحس لا بالوقت شنو كندير هنا، لا شكون انا كاع. انا كنتسنى غير ديك الوقيته اللي غنبدا فيها الشيفونه، حط على نيفي ونبدا نشم وعلى فمي ونتيري باش نطلع الرومبو ونولي داك الشخص اللي باغي. الشيفونه كانت هي الملاذ ديالي. بقيت في هذيك الشخصيه اللي بغيت نكونها، شخصيه ما كتخافش واي حاجه تقدر ديرها. مجرد كندير البلاكا كنولي شخص خارق للعاده، كنولي واحد الشخصيه ما كتخافش وما كتحسبش حساب وما عارفه شنو كاين من بعد. ما كنتش نقول لا راه من بعدها غتكون حاجه خايبه ولا زوينه، لا، المهم انني خاصني نديرها وسالينا. بدات كدوز الايام وكيدوز الاسابيع والشهور، وليت كنتعرف حتى انا في هذه المحطه، ولات سميت سعد معروفه عند كلشي.
كاع الشمكار اللي كاينين هنا ولاو كيعرفوني، وانا بحال تولدت من جديد، ولات عندي شخصيه اخرى قويه، وهذا الشيء خلاني نتحكم فيهم كاملين. كنت كنخدم معاهم بالشخصيه ديال الوالد، مع الفورما كانت عندي مقاده. بنادم غير كنت كنوقف عليه كيتزرع، واللي ما تزرعش كياكل ماكله الطبل. حكمتهم بيد من حديد، وليت اللي كنقولها ليهم، وليت اللي كنقول لي شي حاجه كيديرها. مبقيتش كندور كنشقر ولا كنطلب، لا، ولا هما كيشقروا وكيجيبوا ليا، وكاين كاع اللي كيشفر وكيجيب ليا. كان الدراري اللي في التقاده ديالي واللي صغر مني وحتى اللي كبر مني شويه، كلشي كيجيب ليا من الخوف ديالو مني. كيحضروا ليا اي حاجه بغيتها، الفلوس، تيبات، ماكن، بورطابلات، اي حاجه كيجيبوها وكيطلبوا الرضا باش نرضى. هادشي سهل عليا بزاف ديال الامور، وحتى انا بديت كنعيق شويه، وكنعرف باللي طريق ديال التمكير غتخرجني شمكار متمرد على الحياه وعلى راسي. داكشي علاش قررت انني هاد التمكير هذا نحيدو، يكون غير هوايه تيبا، وليت كنديرها غير بالليل، وبالنهار هادي رزقي اللي كيجيبوا ليا. وليت كنلبس مزيان وكندور في المحطه وكلشي كيسلم عليا، ماشي حبا فيا بالتاكيد، ولكن خوف مني. كانوا كيشوفوا على عينيهم عدد ديال المراهقين والشباب اللي كنت كنتحكم فيهم، وكل واحد كنقول ليه شي حاجه ديرها كان كيديرها. هنا غيجيني واحد العرض اللي كان مستحيل انني نرفضه. جا واحد السيد واحد النهار وسول عليا تم وجيت، قال لي بغيت ندوي معاك، ولكن مني ليك حتى واحد ما يثق الخبار، سواء قبلتي سواء ما قبلتيش. قلت ليه معاك، وان شاء الله الا كان خير غادي نقبل. خرجنا من المحطه ومشينا ريحنا على برا في واحد القهوه، وبدا كيدوي معايا. قال لي انا مرسول من واحد السيد انت ما غتعرفوش، وهو باغي انت بالاسم حيت سامع عليك، بغاك تشد ليه المحطه ودرب كبير. قلت لي بحالاش؟ قال لي انت اللي غتولي تفرق السلعه. قلت لي اش من سلعه؟ انا ما بيعوش الراي ما والو. قال لي السلعه ديال الحشيش. انا ديك الساعه بقيت كنشوف فيه وقلت ليه وشنو بيني وبين الحشيش؟ قال لي من اليوم غيولي بينك وبينه، حنا خاصنا واحد فحالك يكونوا عندو الناس ديالو كتار، يولي فرق لنا السلعه هنا في درب كبير. راك انت عارف البوليس ولاو خاشين يديو في اي لعبه، ودرب كبير ما بقاش كيف ما كان، واي واحد تا كيبيع كيطيروا عليه وكيجدوه. داكشي علاش قررنا انك انت هو الحل لينا حنايا. كيفاش انا هو الحل؟ قال لي انت عندك ناس كتار وكلهم دراري صغار مراهقين وشباب، يعني العين ما غتكونش عليهم، ولا بغيتي تخدم معانا راه غادي تربح بزاف. انا من سمعت الرباح عينيا تحلو، وقلت ليه شحال غيكون هاد الرباح كاع؟ قال لي فوق ما كتصور وكثر مما كتخيل، فلوس كثيره وخير كبير غيكون ليك ولينا. قلت لي شحال قدر ليا؟ قال لي ما نقدرش نقول لك حيت غادي تخلع، رقم كبير وخيالي. الا قررتي انك تخدم معنا قول راك تصوفيتي وحياتك غادا تبدل. بقيت كنشوف فيه وقلت ليه نفكر ونقول لك. قال لي وعليه يومين بالحساب وغادي نرجع عندك، ديك الساعه يكون القرار ديالك يا يا لا. نضنا من ديك القهوه حطني حدا المحطه ومشى في حالاته. دخلت انا وكنفكر في هادشي اللي قال لي وهذا العرض اللي ما كانش على البال وما كانش على الخاطر. ضرب الدويره وقلبت على الموتشو، عيط عليه جا عندي لقيتو خاسر ومفوش. قلت لي عندي لك شي هضره ولكن تصحى، غتدخل تريح تما وغتحيد داكشي كاع اللي كدير، تصحى ودير عقلك بغيت ندوي معاك. حيدت لي داكشي اللي كان في جيبو وجلس، بدا كينقرز من تحت الهضره، بدا كيتغبن عليا ولكن ما خليتوش يدير، وبقى مريح حتى صحى. عيطت عليه وقلت ليه عندي واحد العرض. قال لي اش من عرض؟ واش بغيت دير شي مسرحيه؟ قلت ليه تخلينا من ديك الهضره ديالك والتمرقيل. واحد السيد جا عندي وقال لي باللي عنده واحد الخدمه ليا ولينا كاملين وفيها فلوس كثيره،
قال لي واش من خدمه؟ قلت ليه غنوليو نفرقوا الحشيش في المحطه ودرب كبير. ديك الساعه الموت حتى هو عينيه تحلو وقال لي الحشيش كاع. قلت لي قال لي شكون هذا اللي غيدير فينا حنا الثقه وعطينا الحشيش نبيعوه ونعطيو الفلوس؟ قلت لي ناس هما اللي جاو عندي ماشي انا اللي مشيت عندهم، يعني هو اللي محتاجيننا ماشي حنا اللي محتاجينهم. راك انت عارف دابا درب كامل كاع مطوق، درب كبير كاع مطوق، واي واحد كيبيع كيطيروا عليه. هادو راه ناس كبار وعارفين باللي الحل عندنا حنا كتار وما عندناش العادات، يعني حنا هما الخلاص ديالهم، حنا اللي غنوليو نخرجوا لهم السلعه. قال لي معاك الحشيش فلوسو كتار وحبسو قليل، غير قول لهم قلت ليه صافي مشات؟ قال لي مشات. معايا؟ قال لي معاك. صافي من ديك الساعه قررت انني نكون معاهم، والخدمه اللي غادي نخدم معاهم غادي نتخلص عليها، حتى انا بغيت نتصوفى ونحيد من هاد القنت، حيت هادي ماشي حياتي، هنا غير مرحله وغادي تدوز. داز يومين وجا عندي عيط عليا ودخلت وهضرت معاه، اتفقنا على كل شيء، بلي السلعه غادا تحط وغادا تفرق والفلوس غادا تجمع وتعطاهم والباي ديالي غادي ناخدو. وجات اول سلعه، حنا اختارينا دوك الدراري القافزين انا والموتشو، وهما اللي كلفناهم بالبيع من بعد ما حيدنا لهم التيبا وما خليناهم يديروا والو، وداك الشيء غيدار بالليل وعنده الوقت ديالو. وقلت لهم الا لقيت شي واحد كيستعمل وقت الخدمه راه ميلوم غير راسو، وداك الشيء اللي غادي نديروا ليه ما غاديش نعاودوا ليه. كلشي التزم وفرقت عليهم السلعه وخرجوا بداو كيبيعوا ويشريو غير بالرحط، شي في درب كبير وشي في محطه. النهار الاول ما بعناش بزاف والنهار الثاني كذلك، ولكن مع الوقت بدا البيع وبدات السلعه كتخرج. ملي جا عندي السيد من ورا سيمانه قلت ليه بلي السلعه تباعت وعطيتو الفلوس ديالو وعطاني الباي ديالي. هنا اول مره غنشد هاد المبلغ هذا، كانت فلوس كثيره، شديتها وردمتها وخديت السلعه الجديده وبديت كنبيع وكنشري عاوتاني، كنفرق على الدراري ودغيا تباعت بالخف كثر كاع من الاول. والسلعه الثالثه ولات كتباع، وجات السلعه الثالثه اللي تنفضت دغيا، ومن تما بدات الكميه كتكبر والبيع الشرا كيكثر والفلوس كتزاد. انا وليت دايخ، بانت لي فلوس كثيره هادي انا ما موالفش بها، اشنو ندير ما ندير؟ غنبدا نحطها في البنكه. مشيت واحد النهار للبنك ودخلت وقلت ليه عندي شي فلوس بغيت نحطهم. قال لي واخا. جبت ديك الفلوس حطيتها فوق الطابله، قال لي لا كارت ديالك. انا ديك الساعه بقيت كنشوف فيه قلت لي ما عنديش. قال لي ما يمكنش ضروري لا كارت. قلت لي واش ما يمكنش نحطها غير بالسميه والكنيه؟ قال لي لا خاصك لا كارت، سير جيبها وجي. انا ديك الساعه جمعت ديك الفلوس وقلت انا مع راسي تمني غنجيبها، انا راه ما عنديش لا كارت اصلا. خرجت من تمايا ومشيت رديت الفلوس لبلاصتهم وردمت عليهم وبقيت كنخمم غير فهاد لا كارت كي غندير ليها. انا كانت عندي لا كارت شبه مستحيله وصعيب باش نصاوبها، داكشي علاش خليت الفلوس تما وردمت عليهم مزيان وديتها في شغلي. بقيت خدام والفلوس كتجيب فلوس والمعارف كيجيبوا معارف، ولا خاصني نسكن في بلاصه نقيه ونعيش شويه مرتاح. كان خاصني ناخد شي كرا ولا نشري شي حاجه، وهنا تصدمت عاوتاني باللي ضروري خاصك لا كارت، وبلا لا كارت ما تقدر دير والو. انا بدات كدور ليا في دماغي انني نرجع لدارنا منين خرجت النهار الاول، ولكن كي غندير لها وكيفاش غنشوفهم من بعد هاد السنين كامله، وعلاش هما ما قلبوش عليا وعلاش انا ما رجعتش وفين مشيت. كان هادشي كامل كيدور ليا في راسي وخربق ليا دماغي، ولكن الرجوع لا بد، خاصني نرجع. قررت انني نرجع ودرت وقيته باش نمشي، قطعت وجديت الكار ومشيت لدارنا. ملي دخلت لذاك الدرب اللي كبرت فيه الاول مره من بعد هاد المده كامله، وبنادم كيشوف فيا وكيشبه عليا، ولكن حتى شي واحد ما جا جهتي وقال لي واش انت هو فلان. تميت غادي بديك الزنقه وقاصد دارنا حتى قربت نوصل للباب وندق،
ديك الساعه تفكرت كاع داكشي اللي كان كيطرى هنا لداخل، وكاع ديك الحياه اللي كنت عايش فيها واللي ما كنتش كنحملها. تفكرت الوالد، تفكرت امي، تفكرت اختي، تفكرت راسي وسط هادشي كامل، والجيران، وديك العصا اللي كانت كتاكل امي، وحتى اللي كنا كناكلو حنا. بكل صراحه ما قدرتش نمد يدي لداك الباب وندق فيه، بقيت كنشوف وساكت مسمر بحال شي حاجه طاريه، شي حاجه مخليانيش نزيد لقدام، ما مخليانيش ندق نحل عاوتاني هاد الباب. بقيت كندورها في دماغي، وهذيك الوقيته اللي وقفت قدام الباب رجع السيناريو ديال حياتي كامله كنشوف فيه قدامي. ولكن مديت يدي ودقيت، كنسمع من الداخل شكون. ما جاوبتش وعاود دقيت شويه، بلي شي واحد من ورا الباب، ما بينش، ولكن الساقطه دارت والباب تحل. بقيت كنشوفو وكيشوفوا فيا. هادي امي واختي ما عرفاتنيش، ولكن امي حقات فيا الشوفه وقالت لي ولدي سعد. انا ديك الساعه قلت لها هو هذا. طلعت عليا امي عنقاتني، واختي حتى هي. اختي ما عقلاش عليا بزاف، ولكن امي قدرت تعرفني غير من ريحتي. الوالده كتعنق فيا وكتبوس. واحد اللحظه بدات كضرب فيا وقالت لي فين مشيتي وخليتي قلبي كيتقطع؟ فين مشيتي يا ولدي؟ فين كنتي؟ قلت اش نقول لك الوالده، من ديك الليله اللي خرجت راه خرجت ما عرفتش راسي فين غادي، بقيت غير كنجري حتى لقيت راسي في محطه. الناس جمعوا ليا من كالكارت وصلت لكازا، ومن تما بديت الرحله ديالي، رحله بوحدي. كانت كل نهار كندوزو غير بزز، كنت كنتمنى انني نرجع للدار واخا الجحيم اللي فيها كان كبير، ولكن الجحيم ديال المحطه والزنقه كان اكبر. ولكن تعايشت معها امي، تعايشت معاه وربحت في الاخر. انا اللي ربحت. قلت لي علاش ما عيطتيش ليا وريتيني غير خبارك؟ خليتيني كل نهار كنتقطع، كل نهار قلبي كيتقطع عليك. ما خليت حتى شي بلاصه ما قلبتش فيها، ما خليت حتى سبيطار كوميساريه مشيت كل كنت كيقول لي انت كاين فيه. كنقلب والو، ما طحتش عليك، ما طحتش. مشيت حتى للدار البيضاء ولكن درت وجيت في الاخر ما لقيتكش. ونقول لها الوالده دابا نساي اللي فات، دابا حنا هذاك الشيء اللي عطا الله نساو اللي فات ونحلو صفحه جديده. فين هو با بعدا؟ قلت لي باك راك عارف من الصباح كيخرج ما كيجيش حتى الليل. قلت لها مزيان، حتى انا ما بغيتش نشوفو دابا، راجي على واحد الغرض. قلت لي شنو ولدي؟ واش خاصك شي حاجه؟ قلت لها الوالده خاصني. قلت لي شنو؟ قول لي. قلت لها باغي نصاوب لاكارت وخاصني خلوق وعقود ازدياد ونسخه كامله. قالت لي واخا ولدي، دابا نجيب لك حاله مدنيه وصوب داكشي اللي بغيتي. مشات الوالده دخلت لبيتها واحد شويه وتخرج لي الحاله المدنيه وقالت لي ها هي والفوتوكوبي ديال لاكارت ديالي، الا قالوك شي حاجه. ريحت وشربت كاس ديال شاي، هزيت ديك حاله مدنيه وخرجت على برا. مشيت ديريكت صوبت الخلوق، شهاده كامله وداكشي كاع اللي خاصني، وفوتوكوبي ديال الوالده. ورجعت عاوتاني للدار، تغديت معاهم وسلمت عليهم وبغيت نخرج. قالت لي الوالده فين غادي عاوتاني؟ خلي لي بعدا. قالت لي الوالده فين غادي عاوتاني؟ قلت لها الوالده ان شاء الله قريب غادي نجمعوا كاملين. دابا انا مازال عندي ما يدار، ونبغيت نجي مكمول ماشي بحال هكا. غتشوفوني ان شاء الله حسن. خديت نمره التليفون وعطيتها لها وقلت لها احتاج شي حاجه عيطي ليا. ودرت عند اختي حتى هي وقلت لها اي حاجه احتاجيتها عيطي ليا. ودرت يدي في جيبي وجبت واحد 5000 درهم، عطيت الوالده 4000 وعطيت لاختي 1000 درهم. قلت لها خذي الحوايج وداكشي اللي خاصك، وانا راه ما غاديش نغيب بزاف وغادي نمشي نطلع عليكم. دابا راه في كل مره نقدر نجي، ماشي بحال شحال هادي. الوالده عنقاتني
وقالت لي تهلا في راسك وما تغيبش عليا، وانا كل مره غادي نعيط لك. عنقتهم وسلمت عليهم وخرجت. مع الخرجه ديال الباب كيبان لي بنادم كيشوف فيا وكيشبه عليا. ما غيجي غير واحد ولد الدرب سميتو سي محمد. قال لي واش انت سعد؟ قلت له وانت سي محمد؟ قال لي يعني انت سعد. عنقني حتى هو وقال لي فين غبرتي، فين كنتي راعيه ويقلبوا عليك. قلت لي هذه قصه طويله ونعاودها لك مره اخرى، دابا راني مزروب عندي شي خدمه وخاصني نمشي نقضيها. قال لي ما تخبرش، وملي تجي سول عليا راه بغيت نريح معاك توحشتك. خليت وجدي الطاكسي ورجعت للمحطه، والكار الاول ركبت فيه وديركت الكازا، وبديت كنطلع في الوراق ديالي. صوبت لاكارت وفتحت كونط وحطيت فيه ديك الفلوس ومشيت قلبت على الكرا وكريت. بدات حياتي هنا كتبدل 180 درجه كل نهار. بديت كنأتت في ديك الدار وكنوجد فيها وكنقاد فيها كل شيء. كانت بارتما كبيره وكرا ديالها غالي، ولكن تستاهل في بلاصه نقيه. الخدمه ديالي ما تفكيتش معاها، وليت كنطورها وكنبيع ونشري في اي حاجه كتباع وكتشرى. انا بغيت ندير الفلوس باي طريقه وبالزربه، ما بغيتش نتعطل، ما بغيتش هاد السنين ندوز وانا مازال في بلاصتي. خاصني كل نهار نكبر، كل نهار نزيد خطوه لقدام، كل نهار داكشي اللي بعيد خصو يقرب، وخاصني نوصل للمبتغى ديالي. بدات الايام كدوز وجات الموجه ديال الافارقه اللي كثروا هنايا، ولاو حتى هما كيتقداو من عندنا. الافارقه باش مميزين هو معروفينش، وكلهم كيتشابهوا وما عندهمش ضغط عند البوليس. انا قررت انني نخدمهم معايا، واللي هما يشدوا لي المارشيات اللي خايبين اللي فيهم صداع بحال البوفا والكوكا. هضرت مع السيد اللي كيمولني وقلت ليه بغيت نلعب كبير. قال لي بحالاش؟ قلت ليه بغيت ندخل في البوفا وندخل حتى في الكوكايين. قال لي هذا مارشي كبير عليك، وهنا ما خدامش، كيخدم غير في البلايص المزيانين، عين دياب، عين السبع، كاليفورنيا والمعارف. قلت ليه خليني، انا عارف شنو الخدمه ديالي وشنو غادي ندير. انا غنخدم به هنا وسط هاد المحطه وفي هاد النواحي. درب كبير، دار سلطان، سباته، حي مولاي رشيد. هاد المارشيات فيهم دراري بزاف كيبغيو هاد النوع من المخدرات، ولكن كتجيهم صعيب منين يجيبوها. الا وفرتها لهم انا باثمنه مزيانه غتكون الخدمه كثيره ومارشي كبير. بقى كيشوف فيا وعرف عندي الحق، وقال لي نفكر نرد عليك. صافي كون هاني، هادي فكره زوينه وخاص غير اللي خدمه مزيان وكتبان لي انت دارس داكشي كامل. قلت لي انا كلشي ضربو على حسابي، كيف الكبير كيف الصغير كلشي غادي نهزو انا. قال لي صافي غدا رد عليك. ما فاتش بزاف ورد عليا وقال لي المارشي غادي تاخدو، ولكن خاصك تحضي راسك، هذا راه ماشي حشيش، راه حبسو طويل. قلت لي انا عندي الخطه باش غادي نخدم، وانا ديما بعيد على الشبهات وحتى التبعيد، غير خليني انا داخل عليها. قال لي صافي غدا تكون عندك السلعه. الغد لي جاب لي السلعه، والغد لي حضرات السلعه، الكوكايين والبوفا، وعيط على شي دراري كنعرفهم من افريقيا كابرين معايا هنا وسط المحطه، عندي فيهم الثقه التامه وكلهم تشاديين. جاو عندي وهضرت معاهم وقلت لهم بلي غادي تخدموا معايا. بقاو كيشوفوا فيا وقالوا لي نخدموا في الحشيش. قلت لهم عندكم شي مانع؟ قالوا لي لا، مش حال هادي باغي نخدموا معاك، ولكن انت كنتي تخدم غير المغاربه. قلت لهم دابا جاتكم فرصه وفرصه كبيره غتخدموا معايا. اش قلتو؟ قال لي خدامين معاك. قلت لهم صافي، ولكن ما غتبيعوش الحشيش. قال لي وشنو؟ قلت لهم غادي نعطيكم اللعب الكبير. قال لي شنو هو اللعب الكبير؟ قلت لهم غادي تخدموا معايا في البوفا والكوكا. بقاو كيشوفوا فيا وكيشوفوا بعضياتهم وقالوا لي واش بصح؟ قلت لهم الكوكا والبوفا كميتهم صغيره وفلوسهم كثيره، وانتم لا تعرفوا تخدموهم، ما عارفين نتوما كاملين كتشابهوا، واللي باع عليه اليوم يبيع على اخر غدا، وإلا كان شي تنقنيقه راه ما يقدروش يجبدوكم، ماشي فحال المغاربه معروفين ومنورين، فلان وفلان وفلان.
اما نتوما ما عندكمش داتا هاد البوليس وكثار بزاف ولا بغاو يطيحوا عليكم خاصهم بزاف. داكشي علاش قررت انكم نتوما اللي تخدموا في هاد الشيء. قالوا لي معاك شحال غدير لينا؟ قلت لي بالنسبه ديالكم غتكون 30% من الارباح. بقاو كيشوفوا فيا وقالوا لي قليله. قلت لهم لا ما قليله ما والو، 30% غادي تاخذوها نتوما. بقيت معاهم منك وقبلوا ب 30% حيت اصلا كانت نسبه كبيره، ولكن باش نزعمهم حتى هما ويبيعوا ويشريو. وبدات الخدمه. في الاول ما كنا كنبيعوا والو، داكشي قليل وقليل بزاف، ولكن غير دارت بوم وكلشي عرفها، ولا بنادم كيجينا من كل قنت، وحتى حنا ولينا كنديبلاصاو حتى تعرفنا مزيان، ولا السلعه كتخرج كثيره اكثر من داكشي اللي كنا كنبيعو ديال الحشيش. كان رباح مهول بزاف. هادشي اكثر ما كنتو كتخيلوا. البوفه كانت كتدخل لينا شي فلوس راه بزاف اكثر من الروز بحال الخناشي. انا ديك الفلوس كنت كنشدها كنرصدها وديما الدكاكه وكنبين غير اللي بغيت. وخديت اول بارت ماليه في عين السبع ب 240 مليون. اول مره غناخذ ملك انا وعائلتي كامله، وفرشتها وقديتها ولات ناضيه. وهنا قررت انني نجيب امي واختي وسافرت وجبتهم. خلينا الوالد بوحدو. ملي جا ما لقى حتى حد وبدا كيعرعر في الدرب، ولكن ما صور والو، ما عرفناش فين زدنا. الوالده واختي ملي جاو لديك البارطمان بدات عندهم حياه جديده وفرحوا بزاف. كتسولني امي منين درتي هاد الشيء؟ كنقول لها من الخدمه وتماره امي. ولدك ملي جا هنا وهو كيحوفر ما خليتش فاش خدمت. الوالده فرحات بزاف، خرجت من ضرب دويره وشافوا الدنيا كي دايره، ومن هنا بدات الحياه كتبدل وكل شيء كيزيان. وانا كندير فلوس فوق فلوس ولا غادي توقف. بانوا لي عينيهم تحلوا على الحياه اكثر يا اختي. شافت الحياه ديال بصح والناس فين عايشين وكيفاش كيعيشوا. باش نقول لكم من الحضيض للرفاهيه راه ماشي شي حاجه سهله. بنادم عايش في الكحط وتهزوا لهذا العالم هذا راه غادي يبقى غير يشوف كيصحاب غير الحلم ولا السحر هذا. بقيت كندورهم تشبعوا دوران وديتهم غير ريستورات الواعرين تهليت فيهم من المزيان. ولكن بيني وبين نفسي كنقول الوالده ما عارفانيش منين جايب هادشي، ولا عرفات حتى تقول تقول لي كمل ولا حبس، تقول لي باغي نرجع. انا هاد السؤال بقى محيرني وما لقيتش ليه جواب. شنو غادي ندير الله اعلم. كنظن انها واخا تعرفني كاع منين جايب هاد الفلوس ما غترجعش لديك العيشه اللي كانت عايشاها. العذاب الاليم، العذاب النفسي ماشي شي حاجه سهله. مسكينه كانت صابره حيت ما عندهاش العائله، كانت صابره حيت عندها غير ديك البيت اللي كتسكن فيه وعندها وليدات حاضنه عليها. اما داك الراجل داكشي اللي كيدوزو عليها هو خبا ماشي بشر، محاش انسان ولا فيه ذره ديال الانسانيه. من صغري ما شفت منه غير العذاب. حمدت الله وشكرته ما انني بعدت منه. امي قاتلت معاه بزاف ما عندها كدير مسكينه، ودابا الحمد لله كنشوف في عينيها الفرحه، كنشوف في عينيها امل في الحياه احسن واحسن. اختي فرحانه وما قدها فرحه وغير كتهضر وكتهتهت وكتسول. عمرها ما شافت هادشي كاع، وانا فرحان كثر منهم حيت كنعيشهم واحد العيشه زوينه ونبعدهم من ديك القهره اللي كانوا عايشين فيها. داكشي ما كان ساهل. وصلنا للدار وطلعنا. قالت لي الوالده نوجد لك واحد كاس ديال اتاي. قلت لها واخا. عمرت لينا واحد البراد ريحنا كنتذاكروا وهضره كتجيب هضره. واحد اللحظه ويقول لي الوالده وباك اش غدير معاه؟ قلت لها بحالاش شنو كاين؟ قالت لي واش تخليه بحال هكاك، تخليه عايش هكاك؟ راه باك هذاك باش ما كان تعاون معاه. قلت لها فاش نتعاون مع امي؟ قولي لي فاش نتعاون معاه؟ عقلتي اش كان كيدير لكم؟ قالت لي عارفه كل شيء ولدي ودوزنا معاه وقاسينا، ولكن دابا راه الخير موجود وانت عطاك الله وغناك الله، دير مع باك المزيان. قلت لها فحال شي الوالده غيقول لي. قالت لي واش غادي نقول لك ولدي؟ الا قدرتي غير تخلص لي الكرا ودير لي واحد الخلصه شهريه شي 1000 درهم راك درتي مع باك مزيان. قال والده خلص لي الكرا
ولكن باش نعطيه فلوس في يدو لا، غادي يديهم غير للشراب، وانت عارفه هادشي. سكتات وقالت لي راه عندك الحق، ولكن تعاون معاه وانت تفهم، انت تعرف شنو غادي دير. شوف انت شي طريقه تعاون معاه بها باش ما كان ربك هداك وما خاصكش تنساه. قلت لها صافي الوالد ما يكون غير خاطرك. نهضرت مع مول الكرا وقلت لي غادي نولي نصيفط لك كل شهر، ومشيت حتى للدرب وهضرت مع مول الحانوت تما وقلت لي اي حاجه خداها الوالد انا غنصيفط لك فلوسها، وعطيت واحد 1000 درهم افونس. قال لي صافي. وهضرات الوالده مع الوالد وقالت لي باللي مول الكرا راه غادي يولي تخلص من عند ولدك، وحتى مول الحانوت اي حاجه خديتيها راه هو اللي غادي يخلصها عليك. بدا كيقول لي هو فينكم نتومايا وفين مشيتو. شبع فيها سبان في التليفون. انا بقيت غير كنشوف. قلت لها انت كضربي حسابه هو كاع ما مسوق لك. باش نفهم هاد العقليه ديالو كيفاش. قول لي انا واش انا اللي غلط ولا هو ولا الحياه؟ هاد السيد هذا كاين شي حاجه تما انا ما فاهمهاش. قالت لي راه ما كاين والو غير هو هكاك. قلت لها علاش تزوجتي به هو هكا؟ قالت لي راه ما كانش بحال هكا في الاول، كان انسان عادي ما كيشرب ما كيدير حتى حاجه، كان خدام في واحد الشركه مزيان كيحفروا شركه ديال المناجم، ولكن واحد الوقيته ديك الشركه دارت فايت وخرجوهم من الخدمه وما عقلوش عليهم. ملي كانوا كيديروا مظاهرات وكيتجمعوا تما هذيك الوقيته هي فاش جات تبلا، ولا كيكمي شويه الحشيش شويه الشراب الزلط والشراب، ولا كيخدم حفار وداكشي اللي جابو كيدير الشراب والقصير. ولات حياتنا فحال هكا كيف ما شتي، نخرجوا بالسبان ندخلوا بالسبان، وهادشي اللي عطا الله. احنا صابرين. الوالده عينيها غرغروا وما بغيتش نزيد عليها، اللي فيها مسكينه يكفيها. خرجت من الدار ومشيت نشوف خدمتي، درت على الدراري وجمعت عندهم الروسيطه، وعيطت لدوك التشاديين حتى هما جابوا لي القرمومه وقال لي بلي الامور غادا ميسره والخدمه غادا وكتزاد. جمعت داك الرزيق وحسبت وخديت الباي ديالي وعيطت لمالين السلعه جاو تخلصوا، وقالوا لي بلي الخدمه عندك غادا امارش وكتخرج سلعه صحيحه. داكشي علاش قررنا اننا نزيدوك السلعه وغادي ندوبلوها عليك وورينا حنا يديك. انا بانت لي حتى هادو بغا يدوبلوا لي السلعه دغيا بزاف. انا هادي كنفكوها ولكن السلعه على الدوبلات الخدمه غدوبل وحتى الخدامه غيدوبلو حتى التبرزيط غيدوبل، ولكن فلوس غتكثر وغدوبل. قلت ليه صافي انا عيني كنشوف غير في الفلوس وباغي نجمع ما امكن، باغي نلم اكثريه ديال الفلوس اللي ممكن انني نجمعها في وقت وجيز، وقت قصير، ونعيش انا الحياه اللي باغي نعيش اللي كنشوف الناس عايشاها. كاين اللي عايش البدخ وكثر من البدخ لديك الشيء، وكاين اللي ملاقي ما ياكل. حياه دايره هكا وهذا هو عباره. درنا وقيته امتى غدوبل السلعه ودرنا خطه باش ناخذوا السلعه وكيفاش غنعطيهم فلوس. هادشي راه ماشي سهل، راه سلعه كثيره وفلوس كثيره. ملي كنشتت على الدراري كنقول هادي جايه والاخرى ما جاياش على حساب. كاين اللي يبيع السلعه وما تبقاش تشوفو، ولا كانت سلعه كثيره راه خاصك تقلب عليه وتجيبو، وعلى بالله يقدر يخسر الفلوس، يقدر يحرق، يقدر يدير اي لعبه، وانا ملزم انني نخلصها. هذا هو الشرط اللي كاين. درنا وقيته باش نجيبو السلعه وعلمت دوك التشاديين باش يجيبوا واحدين اخرين ممكن يكونوا ثقه ويعطيهم غير سلعه قليله يبيعوها ويجيبوا الفلوس، ياخذوا الربح ديالهم، والاخرين يدخلوا السلعه جديده يبيعوها عاوتاني. شد مد يتشادوا ادماده راه فلوس هاك السلعه، والسلعه تبقى عندهم قليله باش ما يطمعوش ويهربوا. بجد 4000 درهم 5000 درهم كل نهار تبيع عاد تاخذ حاجه اخرى، ما خلصتيش ما تاخذش. هاد الخدمه هادي داتني طريق طويله ما عندهاش قرار وما عندهاش حد، وحتى الوقت ما بقاش عندي، وليت مقابل غير السلعه والستيلوات وحسب وارا، وهذا ما خلص وهذا هرب. داكشي اللي خلاني ندير واحد المجموعه ديال الدراري خاصه غير بهادو اللي ما كيخلصوش، واخا يمشي ما عارفش فين يجيبوه
واخا يدخل الكرش مو وولي عبره لوحدين اخرين. هنا وليت مافيا بحد ذاتها، وليت استاذ ديال الاساتذه الكبار في هذه المهنه. تغولت وتغلغلت وليت كبيرهم في السوق، والكلمه ديالي مسبوعه وكل شيء كيعرفني، كبير وصغير في هذا الدومين كيعرفني وكيجيو كاع يتقداو من عندي ملي كتكون السلعه قليله. خدمت على اعلى مستوى، وحتى ناس في الامن وفي الدوله ولاو كيتعاملوا معايا وكيخليوني نخدم على خاطري. الدراري ديالي فوق كل شبهات. مشات ليا وليت حاكم بيد من حديد، حكمت الدومين ديال بصح، ولكن حتى شي حاجه ما كتمشي هي هذيك. كل حاجه عندها وقيته ديالها، ولكن صحاب الدنيا غادا كيف ما بغا راه غلط. كاع كنا كنصحاب وغتبقى كيما هك، غنبقاو ديما ندخلوا الفلوس نهار على نهار. هادشي كيتزاد ما كينقصش، ولكن كتجي واحد الوقيته اللي كيبدا يريف في هذاك الشيء. الكمال لله وحده، هادشي اللي خاصنا نقولو. وبديت كنتعرض للمضايقات في السوق، وبداو دراري اخرين حتى هما كيطلعوا وحتى هما كيبيعوا بفكر جديد، وداك الشيء على اعلى مستوى، لو خدامين كاع بالانترنت. بدات هنا الحروبات، ولينا مطايفين على السوق. شكون اللي غادي يشدو؟ واش حنا ولا هما؟ وكان ابرزهم ولد عيشه، واحد السلقوط مسلقط وقال لي ربي منين جيتي؟ ما كيعرفش يقول ان شاء الله. يدو سابقاه ونفسه غاراه. بدا كيدخل معنا حتى حنا على الزحام وكيبيع ويشري المناطق اللي كنبيعو نشريو فيها حنايا. كانت عندو عصابه كبيره ولكن انا كنت حاكمها وكنعرف شنو كندير. سلطت عليه الدراري ديالي ولكن ما جابوا معاه اخبار. سلطت عليه المخزن حتى هو ما شدوش، ولا قاري شوكشي ويقلب لي على الغلطه. ولد عيشه ماشي شي واحد ساهل، ما كيخلعوا لا حبس لبنادم. كما قلت لكم كانت يدو سابقاه ونفسه غاديه بيه للشر، ما كيقولش ان شاء الله. غتلاقيني معاه الظروف واحد النهار في واحد البحر، هو مريح في جهه وانا مريح في جهه اخرى. هو كيعرفني انا ما كنعرفوش، هو عارف وجهي انا ما عارفوش. جا عندي واحد البلانطوات ديالي قال لي ولد عيشه راه هو هذاك اللي مريح في الطابله اللي من لهيه، راه من الصباح هو كيشوفك. وشفت في عينو الغدر. قلت ليه صافي وبقى داير عينك عليه، ولا تحرك وناض من الطابله قولها ليا. انا كاع ما مسوق ليه وكاع ما دايرو في البال. خليت العساعه السين عليه وانا بقيت ناشط مع راسي. واحد اللحظه هو يقول لي راه ناض. دزيت عيني فيه لقيتو ناض من الطابله ديالو كيقاد في حوايجو وتما خارج. كان صحابو غادي يطلع في حالاتو ساعه تما جاي عندي. جلس في الطابله وقال لي السلام عليكم. قلت له وعليكم السلام. شحب الخاطر. قال لي انا كنعرفك. قلت لي انا ما كنعرفكش. قال لي معاك ولد عيشه. قلت ليه مشرفين. شكون هاد ولد عيشه؟ شنو كدير في الحياه؟ قال لي في حالك. قلت لي كيفاش؟ قال لي في حالك كنبيع ونشري في حالك. قلت لي في حالي كاع؟ قال لي في حالك. وحنا السوق ما غادي يجمعناش بجوج، واحد فينا اللي خاصو يبقى. شفت فيه في حكو وقلت هذا راه اما مسطي يا اما مسطي. قلت لي واش عارف شنو كتقول؟ قال لي عارف شنو كنقول. السوق خاصو يبقى فيه واحد، يا انا يا انت. هذيك اللحظه غادي يهز واحد الخاويه قدامه وغيشير عليا بها. ساعه كاليتو بيدي شطرت لي ديك الخاويه من يدو وعاود كملت عليه. ديك الساعه تنوض مقارعه تما في داك البحر. جاو الدراري ديالو مع الدراري ديالي ويترون. انا شديته وبقيت كندخل ليه. ياك ما بنت ليه بلاقو كيصحابني كنفطر بالفوري وكنتغدى بطاكوس. بديت كنعطيه وكنعفط ليه على راسو، كنهزو نتقاد معاه وكندخل فيه بحال اللي دخل فيه تران ديال 10 ما كيوقفش. تمقارعه تما ودخلوا الفيادره ما لقاو ما يحبسوا. عيطوا على صحابهم في البيران اللي قراب ودخلوا كاملين لذاك البحر وبداو كيفكوا.
اش غتفك؟ الدنيا تخلطت والدم غير سايل. عيطوا على البوليس، جاو البوليس تا هما دخلوا تما وما فاراونا غير بالزل. طيح اكثر من نايض، وانا مازال كنعطيه. فما كتبان لي الغفله كنعطي لمو واخا شادينا البوليس، وهو غير كيتحلف. قلت ليه غتحلف عليا؟ قلت ليه انت غادي تشوف شكون هو انا، شكون هو ياسين. جاو 4 طافيطات وزونا فيهم وداونا للولايه. انا عيط على الناس ديالي وهضر معاهم تم. بقينا في التحقيقات اش كديروا ولا الشاربين. المهم ديك الهضره ديالهم بقينا كنتجاوبوا معاهم وخداو المحاضر ديالنا. قلنا لهم بلي حنا كنا مريحين وهما جاو، وهما اللي بداو الصداع. خرجنا حنا بكفاله وخلصنا المول البار كاع داكشي اللي خاصو، وهما بقاو تشد هو ودوك اللي معاه. انا ميزيت الفلوس ولكن ما على باليش، الفلوس موجوده وبحال الروس. خرجنا وبقات فيه ديك الشمته، ضربوه ب3 شهور وانا بقيت غير كنضحك عليه. واش غديرها معايا انا؟ راني قاريها من التحضيري وشادها من المحطه، عارفه كيفاش كتلعب ووقتاش كتلعب. بقيت شاد السوق بوحدي ديك الوقيته، ودازت ديك 3 شهور بالخف وخرج ود عايشه. وجاتني الخبار بدل كيتحلف عليا وناوي معايا على الغدر. انا ديك الساعه درتو في راسي وقلت جوج ما معاهمش الثالثه، الا قرب غادي يموت غادي يموت، حتى واحد ما غيعرفش طريقه. ما غندفنو في الارض ولا في البحر. هذه اول مره غنديرها ومكتوبه ليه. الا قرب مشى فيها لعبته هو صمكه، ولا كيتزير معانا غير بشويه بشويه، وبغى يرجع يبيع ويشري كيف ما كان في الاول. صيفط ليه ناس دوا معاه وقالوا لي بعد عليه ولا ما قالت لهم غير راسك. هو بغى يبدا يجر معايا في الحبل، خليتو على هواه وبديت كنطنطن فيه. فما كان شي واحد حاط عنده السلعه كيبيع ليه، كيوقفوا عليه الدراري كيحيدوا لي السلعه وحيدوا لي فلوس وصيفطوه. هادشي خلاه يطغى وخلاه يفكر مزيان ويقول باغي ننتقم. خليتو ما مسوقش ليه، اجهدو كاع يدير، ولكن الولد الحرام مأصل ويضربك من الجهه اللي انت ما حاضيهاش. ولد الحرام دار الكبيره وانا خدام وما على باليش، والطنطينه ديال الخدمه ضاربه لي حتى الودنيه، غارق فيها حتى راسي ما مسوقش. كتبان لي غير الخدمه والفلوس وهاك ولد الحرام قدر يوصل للدار ديالي فين ساكن ويعرف شكون مو شكون خشي، وقرر انه يخطفهم. ودارها ولد الحرام، خطفهم. عيط لي في التليفون وقال لي بلي الا بغيتي امك واختك غتصيفط لي 200 مليون نطح مليون. فلوس عندك موجوده، غتصيفط لي تعويض على ديك 3 شهور ديال الحبس اللي مشات، ولا ديك السلعه اللي تشفرات، ولا ما تلوم غير راسك. امك واختك ما غتبقاش تشوفو وحتى انت غتلحق عليهم. قلت لي انا ولد الحرام درتي الكبيره اللي عليها تخلص داكشي اللي ما عمرك خلصتيه. قال لي اللي في جهدك ديرو، ولا قدرتي توصل ليا غير وصل، الا شديتيني دير فيا اللي بغيتي. قلت لي اكبر حاجه درتيها في حياتك هي هادي، وخلاص غادي يكون كبير غتخلص فيها عمرك وعمر اللي معاك. كما صحاب راسك هربان ولا غتكون غنتخبى في شي بلاصه، والله واخا تدخل الكرش امك غادي نجبدك. ولا لقيت قصتي شعره من امي ولا اختي، داكشي اللي غادي نديرو لك ما غاديش نعاودو لك، وغتعرفني علاش كاد. قال لي اللي في جهدك ديرو، وانا راه ما كنخافش. قلت له هي عندك. ديك الساعه جمعت الدراري كاملين، لا اللي كيبيعوا ويشريو، لا اللي مقابلين العسه، لا الاخرين، لا المافيا الاخرين اللي مختصه بداك الشيء ديالها. كلشي جا وحضر، وقلت لهم هادشي اللي كاين، وفرقت على كل واحد فيهم 20 غرام ديال الكوكايين وبلاكه ديال الحشيش، وقلت لهم هادو غتفرقوا مع الدراري اللي كتعرفوا واللي ما كتعرفوش، وغتقولوا لهم يجيب لكم خبار ديال ولد عايشه فين كاين، راه عندنا شي امانه عنده بغيناه. هاد الهضره ما تفوتوهاش، واللي غيجيب لي اخبارو
وغادي نعطيه داكشي اللي بغا، واللي جاب لي اخبار المكافاه ديالو غتكون كبيره. داير ديك الساعه تحمسوا وكل مشى في جهته، وفرقوا ديك السلعه اللي عندهم وحشيشه هو، وماشي بزاف. ما دارش 12 ساعه حتى جابوا لي الخبار فين كاين هاد ولد عايشه. مشى لطماريس، عندهم تمايا واحد الدار كارينه، وتما فين يكون مخبي مو اختي. ديك الساعه جمعت الدراري وركبنا على الحديد ومشينا قصدنا طماريس، ديك الدار اللي قالوا ليها. وصلنا ودرنا بها وبقينا عاسين. بان لي الغاشي خارج داخل، ولكن ولد عايشه ما كاينش. بقينا كنتسناو حتى بان، خرج على برا قدا شي لعيبات ورجع. ديك الساعه قلت ليهم هو هذا، يلا مشينا كنتسلتو تا وصلنا حدا الدار. دقينا بشويه وخرج واحد يحل. كيف خرجنا روحو ودخلنا لداخل. بقينا مقاتلين معاهم تما وشديت ولد عايشه. قلت لها انت حصلتي فين كاين امي واختي؟ قال لي ما كاينينش هنا وانا مخبيهم. درنا على ديك الدار كامله وما لقيناهمش، ما فوق لتحت اي كنت في الدار تقلب وهما ما كاينينش. كنقول ليه فين؟ كيقول لي لا. قلت لهم كتفوه، تكتف وتحط فوق الطابله. قلت لهم جيبوا لي الكاط. جابوا الكاط وبديت كنسلم ضفارو. يلا بديت فيه بالضفر الاول والثاني وقر لي بلاصتهم ومشيت جبتهم. قلت الوالده ما قاسك حتى واحد؟ قالت لي لا. قلت الخوادريه ما قاسك حتى واحد؟ قالت لي لا. شديت لهم طوموبيل وقلت لهم سيروا للدار ما تخافوش، هادشي راه غير وحدين باغي الفلوس، وراني تفاهمت معاهم وعطيتهم داكشي اللي بغاو. قالت لي الوالده وشنو دابا؟ واش حنا غنوليو كل نهار في حكه؟ قلت لها الوالده ما تخافيش، هذا غير واحد سخن على راسو، حتى واحد ما يقدر يديرها من بعد. غير كوني هانيه، غير سير للدار وغادي يبقى معاكم الدراري تما على برا حتى نجي. ما تخافي ما دهشي. والد انا عارفه صحيحه وما تخافش. خوادري مسكينه اللي بقات مخلوعه. مشاو في الطوموبيل ورجعت انا عند ولد عايشه، كملت لمو دوك الضفار اللي بقاو ليه. هو كيطلب ويزهوك. قلت لي انت اللي درتي على راسك وانت اللي صونيتي العداد ديال حياتك، بغيتي يحبس هنا. بقى كيطلب ويزهوك وكيقول لي عمرني نعاود. قلت لي فين هو داك الطغيان ديالك؟ وانا ما كنخافش. ها انت صدقتي خايف واكبر خواف. ابقى غير يبوس لي على رجلي. ديتو ديك الساعه طيرت لمو الشفار ديال عينيه وكغوت الغوات اللي عمركم سمعتهم لا من قبل ولا من بعد. بقيت كنقطع فيه طراف حتى ساليت معاه ومات. جمعناه ودرناه في كوليه ولحناه في البحر، ومع دوك خوتو ومع دوك البلانطوات ديالو لحقوا عليه، ما شاط منهم حتى واحد. ومسحنا داكشي كامل ورجعنا في حالاتنا. مشيت ديريكت للدار وقلت للوالده صافي ما تبقي ما تخافي ما داشي. وقلت للوالده صافي راه تفارى المشكل. وكنت اصلا باني واحد الفيلا كبيره، هزيتهم من تما وديتهم لها وقلت لها راه عندي لك واحد المفاجاه. قالت لي الوالده شنو هي؟ انا راني مخلوعه على اختك. قلت لها صافي من اليوم ما تخافي ما والو، راه غنمشيو نعيشوا في اسبانيا ان شاء الله، تما غادي نكملوا حياتنا. ولكن المفاجاه الكبيره هي الوالد. قالت لي مالو؟ قلت لها راه صيفطو لواحد السبيطار باش يتعالج وقريب ان شاء الله غادي يخرج. راه ما بقاش مدمن على الشراب ولا احسن من مي كان، ولا احسن حال. والده فرحت وبقيت. والده فرحت وريت تصاورو ما عرفاتوش، ابيض وزيان وغلاط ولا كيصلي. هنا قررت انني نحبس هادشي اللي كندير وصفيت كاع الخدمه ديالي وقررت انني نطلع للصبليون. خرج الوالد من السبيطار وجبته للدار وبقى غير كيبكي وكيطلب من الوالده السماحه. كان داكشي ما كانش بخاطرو، يا اما كان مسحور يا الشراب كان كيدير ليه بحال هكاك. هي عاقله عليه كيفاش كان، وعارفه بلي قلبو ابيض وخا كان كيدير لنا هذاك الشيء كامل.
المهم رجع احسن من ما كان، وديتهم كاملين للصبليون وبقيت نتبع ليه تما الاطباء، ورجع انسان عادي ما عنده حتى شي حاجه. انا صفيت الامور ديالي وفرشت داك المجمع اللي كنت جامع وداك العصابات اللي كنت داير، وطلعت في حالتي نعيش حياتي كيف ما كنت باغي، انسان عادي وسط مجتمع عادي ما كيعرفو حتى واحد. وحتى هنا كتصير القصه ديالنا، ونتلاقاو ان شاء الله في قصه جديده من وحي خيال الاسطوره، وديما الاسطوره ستوريز. تهلاو الله والخوت ونتشوفوا ان شاء الله. وتحيه نضاليه خونا وحبيبنا مراد ستوريز.